يعني احنا الحمد لله ده حضرنا بيرين الكهرباء والطرق والمياه، ثلاثة حاجات دي من حاجات أساسية يعني. لكن احنا التنسيق معاكم دايرين نطلع بأقل أو بأقل في بدء الشغل ما بدأ التحية لكم جميعا. هذا المشروع طبعا مشروع استراتيجي بلا شك، انه اهدافه طبعا اهداف حل كثير عشان هم ذاتهم يعني شاكرين لنا اليوم المبارك ده اللي نلتقي باخواننا التجار على مستوى سوق الشرق، والناس المؤسسين للسوق والناس الداعمين ان شاء الله للاقتصاد الكبير اللي تشهد الى الجزيره خلال الفتره القادمه ان شاء الله. انا والله اقدر اقوله الان السوق ده هو حيبقى نواه، لانه نحن الان اخواننا في التخطيط العمراني كل النمو العمراني جاء. انا والله اقدر اقول الناس بعد فتره حتنسى مدني، والكلام ده بعدين يزعلوني منه انا. نحن تاني كل النمو العمراني بتاعنا هسه الفتره الجايه دي نحن موجهينه في الناحيه الشرقيه، يعني ان شاء الله بعدين ولايه الجزيره هي حتكون هي المنطقه الشرقيه، هي حتكون ولايه الجزيره، وحيكون العناوين الكبيره فيها هي كلها هنا، يعني الصناعه حتكون هنا، التجاره حتكون في المنطقه دي، كل الجانب الاقتصادي الكبير حيكون ان شاء الله في الناحيه الشرقيه. السوق ده بعدين هو حيكون النواه للمنطقه دي يعني. وانا متاكد تماما ان شاء الله السوق ده حيشهد طفره عمرانيه كبيره جدا جدا، وحينتعج بصوره كبيره جدا جدا، وحيكون من اميز الاسواق الموجوده على مستوى البلاد يعني، لانه انتم انا شايف فيكم الحماس الكبير والناس متحمسين له كثير، احنا ذاتنا والله متحمسين معكم كمان. بالنسبه انا ادي نزل الاخ الوزير عشان يقول حقيقه ان احنا جينا بدينا هم لما جلسنا الجلسه الاولى، وحتى الاخوان في الاول اتضايقوا مني شديد، قلت لهم يا جماعه والله المبلغ المدفوع ده الان يعني مضى عليه زمن كبير، وانتوا حتدفعوا مبلغ، ونحن مش يعني كولايه احنا عاجزين، اكيد والله نحن طالعين من حرب وخاشين في مشاكل وخاشين في كده، فحنلقى نفسنا شويه متضايقين في انه احنا والله ننفذ معاكم الخدمات بصوره كبيره. هم اثبتوا صدقهم تماما. جينا لمشروع بتاع المويه طوالي، هم تكفلوا بجزئيه منه، انه حفروا الموقع، ونحن عبر وزاره الماليه تكفلنا طوالي بانه والله عملنا ركبنا المضخات وركبنا الطاقه الشمسيه. لازم نحن اقلها نفتح لنا يعني شوارع عشان انتم تقدروا تخشوا وتدخلوا حياتكم يعني. فالان في الوقت الحالي احنا اخونا الوزير قلنا له ان احنا بنجيب الاليات، يعني نوفر الاليه بنجيبها عشان نفتح لنا كم شوارع، هم قالوا نحن بنساهم بالوجود، فانا شاعر بانه دي خطوه ممتازه جدا. احنا خلال الايام الجايه نفتح الشارعين دي، اكيد ما نبقى على كده، نعمل الدراسه بتاعت انه الاربع شوارع دي تبقى شوارع بروبر، تبقى فيها الطبقات بتاعتها الكامله، تبقى مسفلته، يعني اربع شوارع دي مسفلته في الوقت الحالي، السفلت على اعتبار انه اي شاحنه كبيره داير تخش اي حاجه تخش. المشروع بتاع المويه الشبكه طبعا ده مشروع ضروري جدا جدا، ان احنا ناس المويه بدوا عملوا الدراسه دي بس الان محتاجه لتحديث، لانه هم عملوها وكان اخونا صلاح بيجت بناء واتعملت الدراسه وهسه محتاجه لنا تحديث. فبرضه الدراسه دي بعدين يعني فيها اعمال مدنيه اللي هي زي الحفريات والردميات والحاجات، وفيها جزء منه مواد يعني مواسير فيتنجز بلوفه كده بتاعنا، يعني دايرين لنا سهريجين، اقل سهريجين كده طلنس عملنا عشان الشبكه ما تضرب حاجه زي دي. فدي نحن بنحدث الدراسه بناخدكم في الصوره فيها، في انه والله الاعمال المدنيه فيها كده، الاعمال الدار مشتريات فيها كده، برضه نشوف اذا انتم دايرين تساهموا في الاعمال المدنيه في الاعمال المشتريات. وزي ما قلت لكم انا لا يكلف الله نفسا. الكهرباء انا شاورت ناس الكهرباء قالوا يعني انتم تورونا بالضبط السوق الحموله بتاعتكم، لانه نحن ما نصدق لنا حموله، لانه بعدين نبقى عاجزين عنها، لانه احنا بمجرد ما نقول والله تصدق انتم دخلوا الشبكه، فحتبقى عندنا مشكله في انه بعدين ما نقدر نوفر للسوق الحموله بتاعته. فنحن ناسنا حقيقه دارين يعملوا الدراسه، يشوفوا عدد الدكاكين موجوده كم والحموله كم، وهم قالوا نحن كحاجه يعني الان حاليا ما عندنا مانع. مدير الكهرباء مصعب قال انا بجيب لكم خط بدخل لكم كهرباء اللي حدي مستوى معين،
يعني الليله لو اكيد شايف ان دكاكين دي منتشره، يعني واحد بالشري واحد بالغريب واحد. وقال انا ما عندي مانع ممكن ادخل لكم خط بتاع كهرباء لاين بتاع كهرباء. يعني الناس ممكن في الوقت الحالي زي داير يجيبوا مكانات بتاعت لحام داير يجيبوا كده بيشغل لهم يعني. لكن فيما بعد انتوا تجيبوا لنا الحموله بتاعتكم كم واكتبوا لنا طلب عشان نحن نصدق لكم الحموله من طعم تتصدق من المركز. هي الحضور لمياه سيد الوزير والإخوة في المناطق وتخطيط العمال والإخوة اللجنة بتاع سوق الشرق مدني. حقيقة السوق ده احنا الناس متابعينه يعني من ذلوه وهن يمكن حضرنا التدشين بتاعه قبل الحرب وبعد الحرب، ويمكن ده طريقنا احنا ده الشارع. احنا طبعا غير موظفين برضه مزارعين وكده. اي مجال سواء كان خطط سكنيه او ده تحول الاسواق. بسم الله الرحمن الرحيم. في صباح هذا اليوم الطيب زارنا الأخ وزير المالية والاقتصاد في ولاية الجزيرة، الأخ وزير التخطيط العمراني بالولاية، والأخ مدير عام الأراضي ومدير عام التخطيط ومدير عام المساحة ومدير عام الكهرباء لسوق مدني العالم الجديد. السوق ده بقى في منطقة شرق النيل، جنوب شمال الجمارك. والسوق ده عدد الدكاكين المصدقة 3600، وبحمد الله تعالى الآن الناس بدأت تشيء. والآن زيارة الأخ الوزراء والإخوة المدراء للعمل من أجل البنية التحتية داخل السوق بمياه وكهرباء وطرق، وبإذن الله تعالى سيبدأ العمل في الأيام القادمة. نبشر التجار جميعا، نبشر أهلنا في الجزيرة، لأن هذا السوق إن شاء الله سيكون رافد اقتصادي كبير للولاية. شكرا جزيلا.